النهارده موضوع الحلقه الاذيه. فكره يقول لك ده مؤذي، والمؤذي ده على فكره ما بيبانش وانت كويس معاه. يعني يقول لك ما شفتش منه حاجه وحشه، والله ايوه ما شفتش منه حاجه وحشه عشان في مصالح بينكم. تعالى بقى يا حبيبي قول لي هو مؤذي ولا لا لما تختلفوا. يقول لك يا عم ما انتوا كنتوا بتحبوا بعض وبتشكروا في بعض وبتمجدوا بعض، ايه اللي حصل يعني دلوقتي؟ خلاص المصالح راحت لحالها، ويظل الاخلاق والتربيه والاصل هما دول اللي بيبانوا عند الخلاف. لما نختلف هتعمل ايه؟ هتأذيني ولا هتقولي حسبي الله ونعم الوكيل وكتر خيرك، خلاص روح انت من طريق وانا من طريق وخالتي وخالتك وتفرقوا الخالات؟ لا، ما بيبقاش تفرقوا الخالات خالص. لازم ننتقم ولازم نأذي ولازم ندمر ولازم نشيل من على وجه الأرض وكأننا نعيش للأبد، ومحدش هيحاسبنا في يوم من الأيام، ولا هننزل قبورنا ولا هتتقفل علينا ولا أي حاجة خالص. مع ان يقولك اللي يجي على الولاية ما يكسبش، ومن غير ولاية حتى الرجالة اللي يجي على الرجالة برضو ما يكسبش. اللي يجي على حد ويتخيل ان هو قوي، انا متأكدة ان الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات هيفهمه انه ولا حاجة. وده بيندرج تحت حاجات كتير قوي، الناس اللي بتسحر لناس، الناس اللي بتحسد ناس، الناس اللي بتعمل كماين لناس، الناس. على فكرة الأذية ليها أشكال بقت غريبة، يعني الناس بقت تبدع في الأذية، والسوشيال ميديا ونشر الحاجات وإن الناس بقى ليها صوت ده أكتر. يقول لك يا عم ده أنا فيديو صغير أطلع أفضحه. طب وبعدين؟ ما أنت بعد كده برضو هتلف الدنيا وهتتفضح برضو. زي ما يقول لك إيه ده، ريهام سعيد كانت بتقدم زمان حاجات تفضح بيها الناس. أنا عمري في حياتي ما صورت مع حد غصب عنه، أو هو اللي عايز يعمل قضيته رأي عام، او هو اللي عايز يطلع يقول. وكان دايما لازم قبل التصوير عايز تصور ولا مش عايز تصور، ولو مش عايز تصور او احساسي 5% وربنا يحاسبني على هذا ان الراجل ده مش عايز يصور، خلاص خلصت لا يمكن اطلعه. ويمكن لسه من يومين كنا واقعين في هذا الموقف، ويمكن التقرير نزل أهمية يعني يمكن 80% من وجهة نظري المهنية، ولكن روحت مرتاحة. يعني قلت لو أنا النهاردة صورت البنات دي وهم يعني مع ان ما كانوش هيتضروا، حتى كنت صورهم من ظهرهم، لو حد عرف صوتهم، لو تعرضوا للمضايقة، لو اتقلبت بالعربية وانا مروحة مثلا بيتنا، تحاسب ازاي من الله؟ ازاي؟ فما بنعملش كده. اي حاجه بتتعمل في الواحد بتعمل فيه. تعالوا شفنا صوره غريبه قوي النهارده، ورونا الصوره كده، صوره مكتوب عليها اليوم ب50 جنيه واتصل بكذا. خلاص فطبعا انت فجأة وانت ماشي كده تلاقي حاجة اليوم ب50 جنيه، 1500 جنيه في الشهر، ممكن تبقى حاجة جنب مثلا شغلك او بتاع، فطبعا تتصل بالنمرة. مش هتتخيلوا قصة الصورة دي ايه، مش هتتخيلوا. معانا الأستاذ محمود علي، أنا آسفة، صاحب هذه النمرة. أستاذ محمود. ايه يا استاذ ريهام؟ ايه اللي ب50 جنيه في اليوم يا أستاذ محمود؟ والله يا استاذ ريهام انا ما اعرف اي حاجة عن الموضوع ده خالص. امال ايه؟ والله انا فجأة لقيت يعني من قيمة 3 سنين كده او 4 سنين الرقم كل 3 سنين 4 سنين الرقم المنشورة بتتجدد. فبلاقي ناس بترن عليا بال100 رقم، بال50 رقم، بال60 رقم. في الميعاد ده يعني بيرن عليا. مين طيب اللي عامل فيك المقلب ده؟ والله انا ما اعرفه. والله هي واحدة ست وكلمتني شخصيا، وبعد كده واحد تاني معاها برضه كلمني شخصيا. عشان ايه؟ عايزين ايه؟ عاوزين الرقم مني. طب ايه الرقم؟ طب الرقم بتاعي بقاله بتاع 9 سنين او 10 سنين. لا ثانية واحدة، يعني هم عايزين الرقم، يشتروا الرقم منك لما انت ما رضيتش، حاولوا يبوظوه لك كده؟ عملوا معايا حركية. طب وهتعمل ايه؟ هو رقمك لغاية دلوقتي؟ رقمك لغاية دلوقتي؟ رقم لغاية دلوقتي. انتوا شخبطتوا عليه ولا طلعتوا الرقم ولا شخبطوا عليه؟ عشان دي تبقى طامة كبرى. بس انت اصلا مصر كلها بتتصل بيك طبعا عشان 50 جنيه في اليوم دي. ده مصر كلها، وفي ناس معاها ارقام دولية بترن برضه عليا. بترن ليه عايزة ال50 جنيه؟ من الامارات. هم مش فاهمين الرسالة ايه. فكل عاوز يفهم الرسالة، وفي ناس فاهمها غلط الرسالة.
فيعني حتى يعني سوى استغفر الله صورة العظيم يا الرقم رب، استغفر الله العظيم. واسمي يعني عايزين بيبينوا ان هو رقم مشبوه كمان. انا بشكرك يا استاذ محمود. انتوا متخيلين يا جماعه؟ متخيلين ان انا عايزه اشتري الرقم عشان عاجبني من فلان فما يرضاش، فافكر هذه الفكره واحط الرقم كده فيدي معنيين، معنى فيه شبهه ومعنى، فيبقى الرقم اتلوث وفي نفس الوقت الرقم بقى مع الناس كلها عشان الرقم يبوظ على الراجل عشان مش راضي يفرط فيه. معقوله؟ معقوله يا جماعه كده؟ ليه كده؟ ليه؟